عندك طرحت في أكثر من مكان وفي أكثر من مقال أن التلبس الجان بالإنس هو خدعة واستغفال للناس. كيف تشرح رأيك؟ أولا أود أشرح الحقيقة لماذا أنا دخلت في هذا الموضوع. نعم. هذا هو السبب، لأني أنا أعرف الثقافة الكبيرة والمتوارثة ليست ثقافة العرب وإنما ثقافة الأمم. نعم. في السحر والشعوذة وما إلى ذلك، فهي نعم. ثقافة جمة وفيها نصوص كثيرة، لكن حادثة حدثت منذ يمكن 20 عام. نعم. وأنا كنت غافل عن الموضوع، هزتني وجدانيا. جميل. وهو أن هناك شخص ضعيف أسود فقير. نعم. تلبس به الجن أو لبس الجن وحكم عليه وقتل. هذا في السعودية هنا؟ نعم، في السعودية. نعم. في حوطة بني تميم. نعم. وقام القاضي الذي حكم هذا الحكم بعد أن قتل الرجل. نعم. وأنا أود لو تعرض صورته للمشاهدين. طيب. بهذه الورقة. أيوة. رجل فقير جاوز 80 سنة من نفسه، كفيف البصر. نعم. اسمه هادي عطيف. نعم. فلما قضي عليه وقتل، خرج القاضي الذي حكم بالقتل واسمه عبد العزيز بن حمير أو بن حمير. نعم. وأخبر أنه حكم على هذا الإنسان وقتله لأن 12 جنيا جاءوا إليه في المحكمة وشهدوا على هذا الرجل أنه هذه قصة ساحر. حقيقية يا دكتور؟ أنا لا، 12 جني فعلا شهدوا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أقرأ لك؟ لا مصدقين. لا خذ الورق. طيب نحطه. لا حتى للمشاهدين. لا، حتى للمشاهدين. أيوة. نعم. انظروا. هذا هو. تفضل انظروا. أيوة. تفضل كمل. طيب. يا دكتور. نعم. هذا الورق. الذي نتلبس. هذا الجانب. نعم. الحقيقة. نعم. أثارني وجدانيا مما جعلني يعني هدر دم مسلم بهذا نعم. الشكل. بشهادة الجن. وبشهادة الجن. نعم. وأن الجن يضبطون في المحكمة وتضبط أسماءهم وما إلى ذلك. فكتبت اعتراض شديد بشخصي، بمجرد اعتراض. نعم. وقدمته للمرحوم الأمير نايف في وزارة الداخلية، وقدمته لوزيرة العدل اللي هو الآن رئيس مجلس الشورى. نعم. وقدمته أيضا لرئيس مجلس القضاء اللي هو كان بالحيدان. نعم. والخطاب معي الآن ووزع في ذلك الوقت وانتشر كثيرا. ضربت مثلا على أن هذه القضية لها إرث تاريخي طويل، وأن الجن بهذه الطريقة وبأن يصل الأمر إلى قتل الناس وهدر الدماء وسفك ما حرم الله دون دليل، وإنما بأوهام قاض مال إلى الجن. ومحكمة أيضا لأول مرة في التاريخ تسجل شهادة جنون في شهادة جنون 12 ما هو واحد. مجموعة من الجن. مجموعة من الجن وتضبط في المحكمة الشرعية. نعم. يعني هذه الحقيقة شيء ما هو صدق. كيف عرفوا اسماء الجن؟ معهم هويات وطنية؟ اي معهم الظاهر قالوا. اقراها لك وش يقول. يقول واحد كتاب الضبط وهو زيد المنحوف. هذا زيد المنحوف. اي نعم. أيوة. وقد سمع بعض كلام الجن وهو الذي اقنعني بالمقابله. هذا كلام القاضي. نعم. والعقل لا يحيل ما ذكرناه، وبناء على بلاغ الجن جرى فتح بيت المشعوذة ووجدنا ما أخبر به الجن حقا إلى آخره. قضية تكلم فيها القاضي. القضية ليست نعم ما هلوسة القاضي، القضية الدم الذي ذهب. نعم. وهذا اللي حفزتك للبحث. وهذا الأسوأ من ذلك أنه في اليوم الثاني إحدى الصحف أظنها عكاظ. نعم. نشرت أولاد المقتول أطفال عراه أو شبه عراه حافين لا يزيد عمر أكبرهم عن 6 سنوات أو 7 سنوات، ويقولون له ما شعورك عندما قتل أبوك الساحر. نعم. فطبعا هذه جعلتني أقول القضية لم تعد مجرد تراث أنا أقرأه. القضية وصلت إلى حدود نعم. يعني صعبة. قصاص ناس وقتل. نعم قصاص ناس. فبدأت